إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الدائم قضايا إريتريا. حلقة هذه عنوان هذه الحلقة الخدمة الوطنية وطموح الشباب. عنوان رنان وقوي وجذاب، وهو حديث كثير من السياسيين ومن العقلاء ومن المهتمين بقضايا إريتريا. الخدمة الوطنية تأسس وبدأ منذ عام 1995، يعني بعد استقلال إريتريا بسنة أو سنتين، وما زال حتى هذا اليوم مستمر. وحول هذا الموضوع أهمية الخدمة الوطنية والتدريب في معسكرات ساوا والدفاع عن الأراضي الإريترية وإبداء القوة للوطن ورعاية في ذلك مستقبل الشاب ووجود الأمل في التقدم والازدهار حكومة وشعبا، وكذلك ما يكون من علاقات الجوار والحصول على الاحترام والتقدير من قبل دول الجوار خاصة ودول العالم عامة. أي دولة تمتلك طعامها وشرابها وأسلحتها تعتبر دولة ذات سيادة قوية ومحترمة، قرارها بيدها. وأي دولة تكون ضعيفة طعاما وشرابا وقوة تعتبر دولة ضعيفة. العجيب إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، لو تأملنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث عدد الجيوش الإسلامية ومن حيث عدد المستعدون للدفاع عن الأراضي الإسلامية، لو قارنا بين ما يحدث اليوم في زمننا هذا وبين زمن النبي عليه الصلاة والسلام، نجد أن طلبة العلم والحفاظ للقرآن الكريم عددهم قليل. أما الذين يدافعون عن أراضي الإسلامية ويدافعون عن حياض هذا الدين فعددهم كثير لا يحصون، بل لا تكاد تجد شابا في عمر 18 أو في عمر 15، وهو هذا العمر النبوي. في النظام النبوي يبدأ الشاب من عمر 15 يحمل السلاح ويقاتل دون ماله ودون أرضه ودون عرضه ودون دينه أيضا. ولما تصارع شابان أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما أقل سنا من سن 15 والآخر في سن 15، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام من كان عمره 15 سنة، فقال الذي هو الدون: أنا أسرعه يا رسول الله. قال: إذا تصارعا، وفعلا رفعه فوق وصرعه الصغير، فقبلهما النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرنا كم عدد الجيوش نجد الكل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مستعد للقتال
مستعد للجهاد للدفاع عن هذا الدين. اليوم الخدمات الوطنية تأخذ عدد بسيط في بعض الدول، نسبة معينة، ويدفعون الأموال الذي لا يريد. في إريتريا أيضا المجال مفتوح حقيقة. كل شاب يجب عليه أن يتدرب ويكون مستعدا لكذا. سنناقش هذا الموضوع مع ضيفنا العزيز الدكتور حسن سلمان. هل ما يسير عليه النظام الإريتري في تجنيد الشباب والشابات فعلا هو مفيد لهذه الدولة؟ وعبر هذه السنوات منذ 95 سنة وحتى هذا اليوم، هل أنتج هذا العمل الخدمة الوطنية الإجبارية بنين وبنات، هل أنتج لهذه الدولة نتاجا طيبا؟ كل هذا سنناقشه مع الدكتور حسن سلمان. وقبل ذلك نستمع إلى هذا التقرير، وقبل الاستماع نرحب بفضيلة الدكتور حتى لا ننسى الترحيب بكم. أهلا وسهلا بكم. استمع إلى التقرير ونعود إليكم مشاهدي الأكارم. تعد الخدمة الوطنية الإريترية من المواضيع المثيرة للنقاش في أوساط المجتمع ما بين مؤيد لها ويرى أنها من أسباب توحد المجتمع واتفافهم حول الوطن الغالي، بل هي ضرورة وطنية ساهمت في بناء مشاريع البنية التحتية وعززت من الشعور بالانتماء إلى إريتريا وما بين معارض لها، وذلك منذ إقرارها رسميا في العام 1995 ميلادي بموجب قانون الخدمة الوطنية، فهي ملزمة لكل المواطنين ما بين سن 18 عاما إلى سن 40 عاما لمدة 18 شهرا، حيث تشمل التدريب العسكري مدة 6 أشهر، وال12 شهر عبارة عن خدمة مدنية في أحد دواوين الدولة. وقد عقدت في الأسابيع السابقة الجمعية التعاونية لمنتسبي الخدمة الوطنية المؤتمر الأول لها في أسمرا، والتي يرأسها الآن السيد جمال صالح، حيث عرض خلال المؤتمر مجموعة من البرامج التي قامت بها مثل حملات الدعم وبرامج النفير لتشجير الشوارع، بالإضافة إلى حملات التبرع بالدم وتقديم العروض الفنية والثقافية، إلى جانب برامج التعليم الصيفي. الجمعية التعاونية حتى الآن 1000 عضو، فهل يمكننا القول بأن الخدمة الوطنية ما زالت تحقق أهدافها الأصلية، أم أنها تمثل عقبة في طموحات الشباب وتطلعاتهم؟ حياكم الله دكتور حسن سلمان. أولا افتتاحية، لو نلم بعض المعلومات عن الخدمة الوطنية في غير إريتريا كيف تسير؟ يعني الخدمة الوطنية عامة في بعض الدول المجاورة ودول العالم، ما هو النظام الذي تسير عليه حتى نقارن بين النظام الإريتري وبين ما هو حاصل لنا؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع الخدمة الوطنية بشكل عام هو بدأ تقريبا مع نمط الدولة الحديث. بعد أن تكونت الدولة القومية الحديثة احتاجت تقريبا الدولة إلى جملة من القضايا، منها موضوع الجيش وتقويته وتعزيزه بحالة شعبية، ومنها قضية التنمية والاستفادة من الطاقات الشبابية في مسألة التنمية، ومنها ما تسعى فيه كذلك بعض الحكومات في قضية الدمج المجتمعي ومحاولة صياغة هوية جديدة للمجتمع في حالة تباين وتعدد الهويات عموما المجتمعية، سواء كانت هويات دينية أو كانت هويات ثقافية. تسعى كذلك الحكومات عموما إلى هذا الجانب. النقطة الثانية، كافة ما يمكن أن نتحدث عنه من خدمة وطنية له ارتباط عموما بما يسمى بالعقيدة العسكرية للبلد، التي ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي. فالبلدان التي تشعر بالتهديد الأمني في وجودها غالبا ما تسعى إلى تعزيز وتأكيد موضوع الخدمة الوطنية وارتباط المواطن بالسلاح بقدر الإمكان. وإذا كانت الدولة أكثر أمنا أو أنها تعيش في محيط فيه نوع من الأمن، غالبا تذهب الخدمة الوطنية في اتجاهات مدنية يعني، وليست في الجانب العسكري. عموما خلينا نقول بأنه البلدان تسعى إلى استثمار طاقاتها البشرية فيما يتعلق بمجال التنمية وفيما يتعلق بمجال الدفاع والأمن، ولكن ترتبط كذلك الخدمة الوطنية في سياق عام بالنظام الدستوري. يعني يفترض أنه والله عندما تتكلم أنت عن خدمة وطنية يجب أن يحدد الدستور ما هي السقوف التي يمكن لأنه في النهاية عندما نتكلم عن خدمة وطنية في جانب إجباري وفيها إكراه وفيها احتجاز للإنسان، فيها يعني
لها علاقة بالتصرف في الإنسان كإنسان في حريته وفي كرامته إلى غير ذلك. وبالتالي تسعى الحكومات والأنظمة دائما إلى تقنين الحالة التي تتعلق بالخدمة الوطنية حتى لا تتحول إلى سخرة ولا تتحول إلى استعباد للإنسان بطريقة أو أخرى. فبشكل عام هي هكذا. وأظن إريتريا عندما دخلت إلى الملف بتاعة الخدمة الوطنية أيضا دخلت إليه من هذا الباب، مدخل إنه كيف يمكن استثمار الطاقات البشرية في الدفاع عن البلد وفي استثمار التنمية أيضا البشرية في ذلك الأمر. جميل. إذن من حيث المبدأ لا يلام النظام الإريتري في كونه يجعل خدمة وطنية موجودة في داخل إريتريا حماية لهذه الدولة من أي اعتداء خارجي، ويندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ألا توافقنا على ذلك؟ هو على كل الموضوع يرتبط كما ذكرت أنا بشرعية النظام وشرعية المنظومة الحاكمة. فإذا كان النظام فعلا نظام مؤتمن على البلد ونظام معبر عن هوية شعبه ومعبر كذلك عن تطلعات ورغبات هذا الشعب ومكتسب شرعيته من داخل هذه المنظومة الشعبية، بطبيعة الحال لا يكون هنالك أي حرج في أن النظام يمكن أن يعمل بنظام الخدمة الوطنية، وأن لا تتحول هذه الخدمة الوطنية إلى حماية النظام أكثر من حمايتها للدولة. فهي بشكل أو آخر كلما ارتبطت بحماية الدولة وارتبطت بحدودها وارتبطت بمواردها وارتبطت بالدفاع عن وجودها فإنها تكتسب كما تفضلت الشرعية. وكلما سخرت هذه المسألة إلى ارتباطها بالنظام السياسي فقط لحماية السلطة كسلطة، هنا يمكن أن تخرج على كل عن الإطار الشرعي لها وتخرج كما ذكرنا من الجانب الإيجابي إلى الجانب السلبي. فهي من حيث الفكرة، خلينا نقول من حيث الفكرة أساس الفكرة ليس فيه إشكال. جميل. أن يكون هنالك خدمة وطنية. أنا أريدك يا شيخ حسن الله يجزيك خير أن تؤصل له تأصيلا شرعيا. نعم. ثم بعد ذلك تؤصل له تأصيلا قانونيا، ما في بأس. نعم. هو الإشكال شيخنا بالنسبة للتأصيل الشرعي أحيانا يصعب أنك في ظل الدولة القطرية أن تؤصل التأصيل الشرعي. لسبب بسيط جدا. النقطة الأولى التي افتتحت بها كلامك وهو قضية أن الدفاع عن البلدان وحمايتها في التصور الشرعي هو مفهوم تطوعي تعبدي. هو عبادة، وبالتالي كل الشباب والكبار والصغار وحتى النساء إذا رأوا أي هجمة على البلد فهم إنما يدافعون دفاعا عن إيه؟ عن دينهم وعن عقيدتهم، وبالتالي هم يعبدون الله بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي ما كان في شيء اسمه ديوان الجند ولا في شيء اسمه والله تراتبية عسكرية. الشعب كله جيش، كله متجيش وجاهز، وزي ما تفضلت صبيان يتنافسون، النساء أحيانا في مجالا وهكذا. جميل. فالوضع الشرعي للموضوع ابتداء كل شخص يدافع عن ماله ويدافع عن نفسه ويدافع عن عرضه من أي شكل من أشكال العدوان، سواء كان عدوانا داخليا ظلما أو كان عدوانا خارجيا، فإن الشريعة قد حثت على ذلك. ده المدخل الشرعي للموضوع. جميل. وبالتالي خلينا نقول من دخل إلى الخدمة الوطنية بهذا الاعتبار أنه يريد والله أن يحمي نفسه ويحمي أهله ويحمي بلده من العدوان الخارجي، فإنه يأخذ هذا الحكم بطبيعة الحال. هذا الجانب. لكن بالنسبة خلينا نقول الآن بالنسبة للسياق الوطني عموما، السياق الوطني الذي تعمل فيه الآن الدولة الأريترية، المدخل كان في تقديري مدخل طبيعي كأي دولة وطنية، وهو مدخل إنه والله تستثمر في طاقاتها البشرية خارجة من دولة كان عددها كبير جدا وهي تقريبا إثيوبيا، استقلت منها، وتقلبات الوضع في إثيوبيا معروف، وإلى اليوم تقريبا الدولة الأريترية تعاني من إشكالية خروجها من الرحم من الحالة الإثيوبية كونها استقلت. في إلى اليوم تقريبا كل مرة نسمع ما بين فترة وأخرى هنالك تطلعات إثيوبية للوصول إلى البحر. فالتصور في إنه والله في مخاوف على الدولة، وبالتالي أن يكون أكبر قدر من شعبك حامل للسلاح ومتدرب وعنده الاستعداد لأن يكون مدافعا، هذا كله طبيعي. جميل. لا نجد في ذلك إشكال. كونها حددت منذ البداية بأن والله الخدمة الوطنية 18 شهر، 6 منها تدريب و12 منها في المؤسسة، كل ذلك طبيعي، وهذا يكاد يكون
يتطابق النظام الموجود في إريتريا مع المنطقة عموما العربية، ما في إشكال. جميل. في مصر، في السودان، والمنطقة العربية كلها تكاد تكون من 18 شهر إلى 20 شهر إلى 24 شهر كده يعني المسافة. أين تأتي الإشكالية الآن؟ تأتي الإشكالية الآن في الممارسة. تأتي الإشكالية في الممارسة. يعني إلى يومنا هذا تقريبا لم تعد قضية الخدمة الوطنية محل تحديد قانوني. هي نص القانون على 18، لكن الدفعات كلها التي دخلت تقريبا في إطار الخدمة الوطنية إلى اليوم هي في إطار الخدمة الوطنية. أكثر من 30 سنة. أكثر من 30 سنة. يعني 1995 وإلى اليوم وإلى يومك هذا. أنت في يعني من دخل وعمره 20 سنة اليوم 50 سنة. اليوم 50 سنة وهو في خدمة وطنية. فهذه الإشكالية. لاحظ أنت الممارسة. هل لهم رواتب يا شيخ حسن؟ هل رواتب معظمها شكلية يا شيخنا، رواتب شكلية ومتدنية جدا. متدنية جدا، يعني ما حاجة تذكر أصلا. ولذلك ستأتي أنت بعد ذلك إلى ردات الفعل في أنه كيف تحولت الخدمة الوطنية إلى شعور الإنسان بأنه والله خدمة مفتوحة ويضيع عمره وبالتالي يفكر في الخلاص الشخصي، أنه كيف يفر، كيف يهرب. ولذلك سنلاحظ من 2000 تقريبا بعد الحرب الأثيوبية بعدها مباشرة أكاد أقول لك بأن نسبة الجيش الإيرتري تراجعت من 500,000 يوم بدأت الحرب الأثيوبية 98-2000 كان الجيش الإيرتري واصل 500,000 شخص ما بين قواته الرئيسية وقواته الاحتياطية. اليوم أنت لا يمكن تتكلم عن هذا الرقم مطلقا. أن الأعداد التي خرجت من المشهد تقريبا أعداد كبيرة جدا. فهذا جانب. في حدود كم الآن الجيش الإيرتري؟ لا يكاد الآن يتجاوز 150,000 الإطار الرسمي له يعني. جميل. فدي الجزئية اللي ممكن نحن ننبه إليها في إنه وحتى نكون أيضا يعني نربط الأمور ببعضها. لاحظ إنه الآن الاتحاد الأوروبي باعتبار أكثر الجهات تضررا من قضية الهجرة الإريترية، ولما نجي إلى الهجرة الإريترية ونحللها واحدة من أكبر أسبابها ارتباط الخدمة الوطنية بنظام مفتوح. فصار الناس الخلاص إنه والله أنا أخرج من البلد وأبحث عن عن ما يكمل بعد كده. هل في أحد كتب في هذا المجال بحيث نعرف إحصائيات دقيقة كم الذين فروا من معسكرات ساوا؟ هل لديكم لا هي على كل أنا يمكن أعطيك نموذج بسيط. في فترة من الفترات نحن مثلا في شرق السودان كان يوميا يأتي 50 إلى 100 شخص من الجيش الإيرتري في السودان يوميا يعني على مدار من 50 إلى 100 شخص. إلى 100 شخص. نعم. على مدار كم؟ سنوات القضية. سنوات. طيلة هذه السنوات. طيلة هذه الفترة كان الوضع بهذا الشكل. فحتى اضطرت تقريبا الاتحاد الأوروبي للدخول في تفاوض مباشر مع الدولة الإريترية للحديث عن إمكانية التزام الدولة بالقانون الذي حددته. إنه يا أخي اتركوا أن الخدمة الوطنية بسقفها الذي حددتموه وهو 18 شهر، ونحن في مقابل ذلك نستطيع أن نقوم بتقديم معونات وتقديم مساعدات للدولة الإريترية في مشاريع تستطيع أن تستوعب فيها هؤلاء الشباب داخل إريتريا، لأنهم صاروا هنالك مشكلة في ينتقلون ويموتون في الطريق يموتون في البحار. يعني تصور في فترة من الفترات أتذكر قبل 4-5 سنوات مثلا كان الإحصاء عدد الذين قتلوا في البحر آلاف وليس مئات آلاف يموتون في هذه. هو السبب الرئيسي هو هذا التجنيد المفتوح. ده أهم سبب لأنه ستأتي أمور أخرى طبعا بطبيعة، لكن الخدمة الوطنية على وجه التحديد العامل رقم 1. طيب شيخ حسن، دعنا نتكلم عن الشعب الإريتري من حيث يعني رغبته في الدفاع عن بلده ورغبته في المحافظة على ممتلكاته وأنه مستعد فعلا لهذا المجال. هل هناك مثلا يعني عزوف عن هذا الأمر أو الشعب أثبت جدارته؟ هو حقيقة ما هي واحدة من القضايا التي تحير الإنسان الإريتري يحب وطنه بشكل غير طبيعي. جميل. ويدافع عنه بلا حدود. جميل. بل ويدافع عنه دون سقف، حتى وهو مختلف مع النظام ممكن يدافع عن الصوت. وممكن حتى الذين يعارضون النظام عندما تكون هنالك هجمات على الدولة تجدهم أيضا ينحازون إلى الدفاع عن البلد. فأنت في حالة أشبه ما تكون إلى عشق غير طبيعي للبلد. الله. فأنت لست بحاجة إلى أنه والله تجعل هذه الخدمة بهذه الطريقة، لست بحاجة. يعني يمكن ببساطة شديدة جدا أن تكون الخدمة بنفس التوقيت وبنفس الزمن، ثم بعد ذلك اتركهم في المجتمع
ولهم كما يقولون لهم رتبهم العسكرية، مثلا الآن في الكيان الصهيوني هنالك مثلا جيش احتياطي هائل جدا، وكلهم لهم تراتبية عسكرية ومرتبطين بمؤسسة وكذا تدير هذا الشأن. فكان يمكن الجمع بين التجنيد العسكري الذي ينال فيه الإنسان قسطا من التدريب والعمل، وفي نفس الوقت التنمية الوطنية التي ترتبط كذلك بأن الإنسان يعود إلى حياته الطبيعية بعد ذلك. يعني لا يعقل أنت شخص أولا تربط الخدمة الوطنية بعملية التعليم، حتى تربطها بنظام مفتوح، تربطها بأنه والله الجميع نساء ورجال يدخلون إلى معسكرات مغلقة، ثم توزع بعد ذلك هؤلاء بنفس الطريقة ثم تجعل بعد ذلك ليس لهم أيضا الرواتب المجزية التي تجعلهم على الأقل وهم داخل الخدمة الوطنية يشعرون بأن حياتهم لم تضع. فهذه كلها ملاحظات فيما يتعلق بالخدمة الوطنية. صحيح، وملاحظات كثيرة جدا. نعم. ومنها أيضا لماذا أنت بعد ما يتدرب الشاب 6 أشهر تنزله إلى الخدمة يعني العامة؟ نعم. يعني هل يتناسب هذا مع هذا؟ بمعنى أنه يبدأ الشباب يصلحون الطرقات ويصلحون، بينما أنت تستطيع أنك تتعاقد مع شركات تصلح لك الطرقات. نعم. تتعاقد مع شركات تكسر لك الجبال. صحيح. لماذا تستخدم هؤلاء الشباب في هذا؟ هذه نقطة حساسة شيخ حسن، لو تعلق عليها. نعم، هو حقيقة هذا ما تتناوله الآن كثير من التقارير الدولية فيما يتعلق بالسخرة أو النظام العبودية في البلدان، وهو أنك أنت تستخدم الإنسان في الأعمال الشاقة دون أن يكون هذا باختياره ودون أن يكون له فيها أيضا عائد مادي مجزي. وكما تفضلت اليوم البشرية كلها تتجه إلى أن والله الإنسان يكون أكثر تكريما ولا يحمل ما لا يطاق. صحيح. وما كان بالإمكان أن تقوم به الآلة لا يمكن أن يقوم به الإنسان، لأن ذلك ما يتنافى على كل مع كرامته. للأسف الشديد النظام في إريتريا هذا السيستم حتى الآن لم يدخل عنده، يعني لم يعتمد مثلا على نظام التقنية، لم يذهب إلى أنه والله يستفيد من الآلات التي توفرت. وهل حقا إريتريا فعلا فقيرة بحيث أنها يعني تستخدم هؤلاء الشباب والشابات في مجال الخدمة الوطنية العامة يعني بدون مقابل، يعني بدون مقابل يعني مجدي؟ هل فعلا هي ليست، أنا في تقدير الموضوع ليس له علاقة بالحاجة أصلا، لكن خلينا نقول أفرض أنك أنت والله استخدمت هؤلاء الشباب عسكريا ومدنيا ولكن في نفس السقف الزمن، لاحظت أنا في تقديري كان أهون بكثير من الحالة التي نحن. جميل. يعني مثلا أقول أنت دربت 18 شهرا، أنا أتفق معك، دربت، لكن خلينا بعد ال 12 شهر الأخرى 12 شهر مثلا أنت محتاج إليهم في إذا فيهم على الأقل، ما خلاص هم امتحنوا المرحلة الثانوية، احتجت منهم إلى معلمين، احتجت منهم إلى ممرضين، مستشفيات، احتجت منهم فيما يتعلق بالخدمة المدنية التي تليق بشنو؟ بالحروب. نعم. أو حتى بالتنمية العادية في المجتمع. لكن أن يتحول هذا الإنسان إلى أنه والله يعمل في مزارع الضباط ويعمل في مزارع الجيش ويعمل في الطرق ويعمل في الكباري هذه فعلا إشكالية كبيرة جدا فيما يتعلق وهو ليس بحاجة. والدولة الإريترية أنا في تقديري عندها من الإمكانات المالية لو أرادت على كل أن تستفيد منها دون أن يكون هنالك شغل لهذا الإنسان، أعتقد كان يمكن ذلك. تجنيد المرأة أو تجنيد الفتاة، تحدث الكثير من الشعب الإريتري السياسيين وغيرهم عن هذه النقطة من حيث الجانب الشرعي. نعم. ومن حيث أيضا الجانب السياسي. أنا أريد طبعا أن أعلق تعليقا بسيطا فقط، يعني نطلب منكم أن تعلقوا تعليقا من حيث التجنيد الإجباري الشرعي للمرأة، وكذلك تعليقا عميقا، هل فعلا النظام مستفيد من المرأة كفتاة يعني يسلحها من أجل أن تدافع عن الأراضي وتقاتل؟ هل هي مجدية في ذلك؟ هذا النقطة مهمة جدا. تعليق بسيط أولا شرعا. الجانب الشرعي على كل واضح جدا في أن المرأة لم يوجب الله سبحانه وتعالى عليها أي شكل من أشكال العسكرة أو التجنيد الذي نسميه التجنيد، حتى في الجهاد الذي هو أعظم شعائر الدين ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليها الجهاد، ولكن إذا شاركت في ضمن منظومة آمنة وضمن ضوابط شرعية تجعل لهذه المرأة حفظ في كرامتها، حفظ في كينونتها، عدم الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال،
أن لا تكون بعيدة عن أهلها بحيث والله تأخذ الشهر والشهرين وهي في معسكرات مغلقة مع الشباب. كل ذلك على لا يمكن أن ندخله في المنظومة الشرعية. فالمنظومة الشرعية على افتراض أنه والله نريد أن نحدث خدمة إلزامية للفتاة، فيمكن أن تكون هذه الخدمة الإلزامية بالنسبة للنساء تختلف عن الخدمة الإلزامية بالنسبة للرجال. مثلا الخدمة الإلزامية للرجال يمكن أن تدخل فيها العسكرة والتجنيد والقتال والتجيش، هذا كله يمكن أن يدخل فيه. المرأة يمكن أن نستفيد منها في المجالات المجالات المدنية الأخرى التي لا علاقة لها بهذا الجانب، وفي نفس الوقت ترتبط بمنطقتها، ترتبط بمستشفياتها، بتعليمها في المكان الذي هو، أو في مناطق على كل آمنة تشعر فيه المرأة بكرامتها وكينونتها. في حالة الاجتياح للبلد مثلا تكون هي مستعدة، لا بأس أن تتلقى الجرعات الأساسية للتدريب الذي تستطيع أن تدافع به عن نفسها على المستوى الشخصي، هذا ما فيه إشكال. وإذا احتيج إليها في ذلك الوقت أيضا يمكن أن تعمل في الدفاعات الخلفية. على كل المرأة الإريترية عشان من ناحية واقعية أيضا المرأة الإريترية طبعا في الثورة اندمجت اندماج كامل في المنظومة العسكرية. يوم أن دخلت الجبهة الشعبية إلى أسمرة كان 30% من الجيش الإريتري من النساء. الله المستعان. كان 30% من النساء ومقاتلات شرسات جدا، خاضوا معارك، خاضوا حروب. فقضية انه من الناحية الواقعية المرأة الإريترية اثبتت قدرتها القتالية وشاركت في حرب 2000، حرب 98، بل كان العرب يتعجبون عندما يروا المرأة الإريترية لا تمسك الدفاع وهي توجه وترشد وتعمل وتقود المعركة. كان كثير من الناس يسألوننا ويقولون ما هذه المرأة وما هذا النوع، كنا نقول لهم هذه النساء قاتلنا في الثورة وخبرنا الحروب ولا يجدنا أي مشكلة في أن يخوضن هذا النوع من فعلى كل من ناحية واقعية المرأة الإريترية اندمجت في الحالة منذ بدايات الستينات أو السبعينات، فظلت على كل سواء في جبهة التحرير الإريترية أو في هذه قضية من ناحية عملية الآن، لكن نحن ننظر إليها من الآثار الأخرى، الآثار التي تترتب على أن والله يكون 30% من النساء مثلا في الجيش بهذا الشكل وما تترتب عليه من مخالفات وإشكالات، دي جانب على كل آخر. طيب لكن أنت أيضا يعني فيما يتعلق بحصول يعني الخلفة الغير شرعية، تعرض المرأة للفتن، وأيضا أبناء الغير شرعيين، نعم. كل هذا كذلك حدث في داخل صح. أو لم يحدث؟ لا كثير، حصل كثير، بل للأسف الشديد في مرحلة الثورة وخصوصا في بعض التنظيمات ما كان حتى العقد الشرعي أصلا، كان العقد بس يجتمع الناس ويطلقوا النار على الهواء ويقال فلانة تزوجت فلان وانتهى، لا مأذون شرعي ولا عقد شرعي ولا دفع ما يعني الضوابط ولا حتى ارتباط المرأة من ناحية شرعية بمن ترتبط، يعني لم يعد الدين مثلا عامل أساسي في قضية الزواج. فالمرأة يعني لا يعتبرون لا المسلم مع المسلمة لا ليس هذا، إلا أن يكون يعني حالات خاصة تكون البنت حتى وهي اندمجت في الجيش لكنها تبقى مراعية لأعرافها وأوضاعها، هذه ممكن، لكن الحالة لا، الحالة العامة ما كان فيها هذا الموضوع. أيضا لاحظت في التقارير الدولية الآن مثلا فيما يتعلق بالتجنيد الإجباري لاحظوا بأن قضايا التحرش أيضا من الضباط ومن موجودة، يعني كثير من الفتيات تعرضنا لابتزاز وتعرضنا لأنه يعني الضباط مثلا يحاولوا أن يجعلوا بعض الفتيات حولهن إما في شكل سكرتارية وإما في شكل خدم وإما في، ولكن والعياذ بالله يبقى هنالك دائما هي تحت سطوته وتحت جبروته. طيب لماذا يصر النظام مع وجود هذه الملحوظات على تجنيد المرأة؟ لماذا يصر؟ كذلك أيضا لماذا يصر النظام على الاستمرار في تجنيد الشباب لفترة مفتوحة دون تحديد، رغم أن كثير من الشباب قد خرجوا فارين من معسكرات ساوا إلى بلدان أخرى؟ هذا حقيقة أمر مهم جدا تعلق عليه شيخ حسن. نعم. هو خلينا نقول النظام على كل لا تخلو السياسات التي يعتمدها من أهداف سياسية بطبيعة الحال، فهو خلال هذه الفترة الطويلة لمدة أكثر الآن تقريبا 30 سنة، لما أنت والله 30 سنة متعلقة بشكل مباشر بتجنيد الناس وإدخالهم حتى في المستويات التعليمية، الطلاب يدرسون مثلا الصف الثاني عشر فهم استطاعوا خلال هذه الفترة على الأقل أن يوجدوا جيل من الشباب يدمج اندماج كامل في المنظومة التي يراها النظام، وبثقافة يراها النظام، وبتربية يراها كذلك النظام،
وبعقلية على كل يريد أن يؤسسها النظام بطريقة. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا يبدو أن النظام يتوجس كذلك من وجود الشباب خارج المنظومة العسكرية. المنظومة العسكرية منظومة منضبطة تستطيع أن تأمر وتنهى فيها بتراتبية معينة. لما ينتقلوا للحياة المدنية سيعيشون حالة مختلفة، واليوم المنطقة كلها تقريبا تغلي بالمنظومات الشبابية التي خرجت من الإطار العسكري إلى الإطار المدني. فأيضا النظام يخشى على كل من هذا الجانب، ولاحظنا ذلك مثلا في طريقة النظام في تعاطيه في الجامعات. يعني جامعة أسمرة لما بدأت المظاهرات في سنة 2000 وكذا، والاتحاد حقها حاول يعني يعبر عن معارضته لبعض سياسات النظام، مباشرة النظام فكفك الجامعة وأنهاها، ووزع الكليات الآن في عموم إريتريا، كل كلية موزعة في بلد، وليس هنالك جامعة يمكن أن نسميها جامعة إريتريا أو جامعة أسمرة أو كذا. فعلى كل النظام له أهداف في هذا الموضوع، وهو يمارس كل ذلك بحجة أن البلد مهددة وأن البلد لا زال العدوان عليها مستمر وكذا. وهو يفر من نقطة في تقديري في غاية الأهمية. لو أنك أنت والله استطعت أن تجعل هذا البلد تؤسس نظامه السياسي كما تعرف على كل في بناء الأنظمة السياسية كيف تؤسس النظم، وألا تكون على نظام فردي. حتى يعني لما كانت الجبهة الشعبية في تقديري كجبهة قائمة ولها مؤسساتها ولها رقابتها ولها سلطان، كانت أفضل بكثير من الحالة التي انتهت إليها اليوم الدولة الإريترية، وهو قيام النظام كله على شخصية الرئيس كشخصية هي التنفيذية وهي التشريعية وهي التي يرجع إليها. وبالتالي هذا الكم الكبير من الشباب الذين دخلوا إلى الخدمة الوطنية، قرار الحرب وقرار السلام فيه لا علاقة له بمؤسسات رسمية في الدولة إلا بشخصية الرئيس. هو الذي يقرر أنه والله الحرب، وهو الذي يوقف الحرب، وهو الذي يمكن أن يدخل في حروب مع دول الجوار، وهو الذي يمكن أن يوقف الحروب مع دون أن تكون هنالك مؤسسات تقريبا للدولة تراقب هذا الأداء. عندما تتكلم عن خدمة وطنية نحن ننظر إليها في ضمن حالة مؤسسة ودولة قائمة، لها برلمان، لها مؤسسات قضائية، لها دستورها، لها رئاستها المنتخبة. هذه الحالة مفقودة في إريتريا، وبالتالي كل ما يمكن أن نلاحظه هو سطوة وهيمنة الجهة التي على رأس السلطة الآن. طيب، في ظل هذا الواقع يا شيخ حسن، في ظل هذا الواقع الذي نحن نراه وما شرحته، ما الواجب على النظام؟ ما الواجب على النظام؟ أنت الآن علقت بهذا، بحيث أنه هو يعني تستمر فترته الحكومية، وبلا شك أن فترات الحكم ليس هناك فترة إلى ما لا نهاية، سيجعل الله عز وجل لكل فترة. لكن العاقل يعني المسؤول العاقل حتى يستطيع أن تستمر فترته بشكل أكبر ينبغي له أن يصلح، وأن يكون هناك يعني من يحترم هذا النظام ومن يقدره. برأيك يا شيخ حسن، ما الذي ينبغي أن تفعله الدولة في هذا المجال، في ظل أن الناس تنتقدها في جانب يعني تجنيد الفتاة الإريترية، سواء كانت نصرانية أو كانت مسلمة؟ ثانيا، المدة المفتوحة هذه، تمام، بحيث أنها تقتل طموح الشباب. ثالثا، يعني تفعيل الحروب باستمرار طيلة 30 سنة، ما هدأ الشعب أبدا. رابعا، ما زال الشعب بشهادة كثير من زاره إلى الآن لم يتقدم في تطوير البلاد. النظام ما الذي يريد من هذا؟ ما الذي تعليقكم على هذا مهم جدا شيخ حسن؟ نعم، خلينا أول نقول كده بالنسبة للخدمة الوطنية، باعتبار أن الحلقة لها علاقة الآن بموضوع الخدمة الوطنية. خلينا نقول والله يا أخي على النظام أن يلتزم بما أعلنه على الأقل من إطار قانوني لهذه اللي هي والله أنت قلت 18 شهر، خلاص التزم 18 شهر، 6 منها تعتبر تدريب عسكري، و12 منها وأنت ما شاء الله سنويا تخرج. وبالتالي أي مجموعة كملت مدتها القانونية دعها تنطلق بعد ذلك للعمل في الداخل، للعمل في الخارج، لأنه حتى الخروج الخارجي بدل تخليه هروب ويصور بأنه والله الدولة يهرب شعبها ويهرب شبابها من، لا، خلاص كمل، يخرج نظاميا. نعم. وإذا خرج نظاميا خليه بعد كده والله عليه الالتزامات، الضرائب وغيرها طبعا، وحيظل ولاؤه لهذه الدولة. لكن عندما يفر منها، تصور أنه شخص يكون اشتغل 10 سنة خدمة وطنية وبعد كده يشعر بأنه والله لا جدوى من البقاء في الدولة فيهرب، وهو أدى ما شاء الله 5 أضعاف ما هو مفروض عليه. هذا مفروض تديه تحية، مش كده؟ لكن يخرج وهو هارب.
ففي رأيي أول خطوة فيما يتعلق بالخدمة الوطنية إنه كيف تلتزم الدولة بالنظام والإطار القانوني الذي يجعل هؤلاء الشباب يؤدون خدمتهم وفي نفس الوقت يستطيعوا أن يخرجوا بعد ذلك. سواء هل ربما النظام يتخوف أن إذا سمح بهذه الأنظمة أن الناس ستفر منه وسوف تكون؟ لا بالعكس، هذا هو خوف في غير محله. خوف في غير محله بلا شك. يعني ما الذي يجعل شاب أهله في الداخل وهو مرتبط وجدانيا بالداخل إنه والله الخدمة سنتين وبعد ذاك أنت تروح، إما اشتغلت بعد كده داخل البلد وإما هاجرت بجوازك الإريتري وقد أديت خدمتك وترتبط في الداخل دون أن تشعر بأنك فررت من البلد. لاحظت؟ فأنت بطريقة أو أخرى ستجعل هؤلاء الناس يرتبطون بالأرض. الأمر الثاني، إريتريا ولودة ما شاء الله، ما عندنا مشكلة في قضية الإنجاب. نعم ولودة، إريتريا ولودة، فكل سنة أنت ما شاء الله جاياك دفعة. لاحظت؟ جاياك دفعة وليست عندك مشكلة أصلا في هذا الجانب، وبالتالي أرى هي هواجس لا محل لها وخوف في غير محله. الجانب الثاني خلينا أيضا نفصل بين التعليم كتعليم وبين الخدمة الوطنية. يعني الخدمة الوطنية لا حرج أن تربطها بالمرحلة الثانوية، والطلاب بعد أن يمتحنوا في المرحلة الثانوية زي كثير من البلدان لا تجعل المرحلة الثانوية مرتبطة بدخول ساوة. ليش أقول هذا الكلام شيخ برا؟ لأن حرم هذا الوضع كثير من الفتيات من إكمال المرحلة الثانوية. وإشكالية، يعني أنت إذا كنت حريص على إنه والله الفتيات يتعلمن ويدرسن وكذا، ما تحرمهم بسبب، حتى لو افترضت أنت هذه عادات، هذه تقاليد، هذه فصارت الفتاة على كل حال ترفض التعليم لأنه مرتبط بساوة. نعم. وبالتالي أو تدعي أنها متزوجة. أيوة، وفي الحقيقة ليست متزوجة. أحسنت. أدخلنا هذا الموضوع في زواج أيضا مبكر. نعم. أحيانا أو زواج حتى من غير، وزواج صوري أيضا، زواج صوري لا يخلو من إشكالات. فنفصل الأمرين. بعد كده والله المرحلة الثانوية إذا اكتملت والفتاة أكملت، دار تدخل ساوى، دار تدرس، دار تقعد في بيتها، هالأمر عندها مش كده؟ على الأقل هي ملكت المرحلة المرحلة الثانوية. أيضا يجنب هذا النوع من يجنب كذلك إنه والله التعليم يجير لصالح مشروع آخر، مشروع. فالفصل في رأيي ما بين التعليم وما بين الخدمة الوطنية هذا أيضا من الأشياء المهمة جدا. يمكن بعد ذلك أن تدخل الخدمة الوطنية في سياقات على كل مختلفة كما هو في كثير من البلدان. ليس بلازم إنه والله الشخص بس إما يؤديها مع المرحلة الثانوية، هي في النهاية البلدان تطلبها عندما تريد مثلا أنت أن تعمل في داخل الدولة أو أن تريد أن تخرج من البلد للعمل في الخارج. هنا واحد من اثنين، إما أنك والله تؤدي الخدمة وإما أنك تدفع نيابة عن. هذه كلها قضايا على كل تتناولها المنظومات القانونية فيما يتعلق بالخدمة الوطنية. الجانب الثاني وهذا مهم جدا، إذا لم يعدل السيستم السياسي ككل، اللي هو والله الدولة تعمل على بناء مؤسسات الدولة كدولة معروفة اليوم، حتى النظم اللي نحن نسميها نظم دكتاتورية، نظم شمولية، عندها سيستم لإقامة الدولة اللي هو وجود دستور للدولة. أول خطوة، يعني حتى لو افترضنا أنك أنت الآن لا تريد أن تشرك الناس في وضع دستور جديد، عندك دستور قبل كده أقريته اللي هو دستور 97. هذا الدستور تفعيله أولى من تجميده. يعني بدل دولة بلا دستور، خلي هذه الدولة لها دستور، هذا الدستور تنبع منه القوانين، تنبع منه التشريعات، تلتزم الدولة على الأقل بسيستم معروف عند الناس، يتعامل الناس ضمن حقوق وواجبات. أيضا تبنى المؤسسات بناء على هذا الدستور، إنه يكون هنالك برلمان، تكون هنالك انتخابات، يكون هنالك أي أجهزة رقابية، تكون هنالك مؤسسات قضائية واضحة المعالم، حتى المؤسسة الأمنية والعسكرية تكون خاضعة لمنطق الدستور والحكم. فائدة أيضا بناء الدولة شيخ برهان، الفائدة في بناء الدولة مهمة وتقدير المخاطر لا تترك لشخص واحد. إذا في مخاطر حقيقية أن والله هنالك تهديد وجودي للدولة، صحيح، لأن هذا الشخص سيموت بطبيعة الحال، سيموت، والشعب حريص على أن يحمي نفسه ويحمي مصالحه. وعندما أقول يحمي مصالحه دي خلينا نضع حولها الفقر. يعني مثلا الشعب الإريتري لو رأى إنه والله هذه الحروب التي كلفته أرواح وكلفته عدم أمن وكلفته عدم استقرار، رأى بأنه والله بإمكانه أن يتفاهم مع دول الجوار وخاصة إثيوبيا في كل إشكالاتها، في أنه يصل معها إلى تسوية فيما يتعلق بالموانئ البحرية. طيب ما هو الرأي العام؟ الرأي العام من الشعب الإريتري تجاه هذه القضية، قضية التجنيد الإجباري. التجنيد الإجباري الآن يا شيخنا الجميع يكاد يؤمن على أن الفكرة من حيث هي ابتداء ما فيها إشكال زي ما ذكرت لك. جميل. لكنهم الجميع أيضا متفق بأنه تحولت هذه الخدمة الإجبارية إلى نوع آخر
أقرب إلى السخرة وأقرب إلى تسخير الإنسان في خدمات لا علاقة لها بالدولة، وبالتالي صارت نوع من العبودية أكثر مما تكون نوع من الخدمة للبلدان. معناته الشعب هو يعني على كل حال يرفضها بصيغتها الحالية مرفوضة. يرفضها. أي بصيغتها الحالية مرفوضة، وهي سبب في هروب أعداد كبيرة جدا من الناس وفرار هؤلاء الذين نتكلم عنهم. بطبيعة الحال اليوم أنت يا شيخ برهان أمام إشكال حقيقي حاليا لو افترضنا لا سمح الله تفجرت حرب في إريتريا، فأنت أمام إشكالات كبيرة جدا، لأن معظم الذين يتواجدون الآن أعمارهم كبيرة. الشباب اللي انت والله ممكن يتحملوا مهمة الدفاع عن البلد أرهقوا في حروب كثيرة جدا بلا طائل وحروب غير مدروسة، مثل ما حصلت الآن الحرب الأخيرة التي حصلت حرب مع التجراي، يعني دخل فيها أعداد كبيرة من شبابنا وقتل، واليوم يرجع مرة أخرى النظام إلى أن يتصالح مع نفس المجموعة التي حاربها بالأمس. فوين الإشكال يعني؟ وين الضبط الحقيقي لهذا النوع من السلوك السياسي؟ تارة تحارب بلا هدف ثم تتصالح بعد ذلك دون أن تعالج نفس المشكلة التي أنت يعني فجرت الحرب من أجلها. على كل حال نحن قضيتنا في قضية التجنيد الإجباري، نعم، وليس النظر في سياسات الحروب الخارجية، لكن نعم. نحن ننظر الآن يعني كيف الشعب الإريتري يعالج هذه القضية. هل هو مستسلم للنظام وساكت وقابل لهذا الوضع، أم له حلول أخرى يخاطب فيها المسؤولين ويناصحهم بحيث أن تكون هناك فعلا يعني حلول يعني يانعة ونافعة لهذا الشاب، لأن أصبح الشاب بلا كما تفضلت بلا طموحات بلا شيء. أنا كنت أريد أن أتحدث عن هذه النقطة، ما هي جهود الشعب في إصلاح هذا الموضوع؟ والله الجهود شيخنا لابد إذا لم تكن هنالك قنوات معترف بها الشعب لا يستطيع أن يعبر. يعني إما يكون عندك قنوات إعلامية فتقول كلامك من خلال الإعلام، وإما أن يكون عندك قنوات قانونية حقوقية فتقدم مثلا مذكراتك للأطر القانونية، وإما أن يكون لك أطر سياسية وتقدم على كل مطالبك من خلال الأطر السياسية، تبقى برلمان يبقى غيره، وإما أن يكون عندك أيضا حتى في أقل الأحوال البدائية جدا أن تكون هنالك والله مؤسسات أهلية، يكون هنالك أعيان ووجهاء ورموز بلد يستطيعوا كذلك أن يقدموا مقترحاتهم إلى النظام. حتى كل هذه القنوات في تقديري غير مفعلة في إريتريا، أو خلينا نقول لا أحد يجرؤ اليوم أن يقول رأيا مخالفا لما تراه السلطة. الشيء اللي قاعد يحصل الآن إنه هذه المطالب تأتي من الخارج، يعني الاتحاد الأوروبي مثلا يطالب إريتريا بأنه والله يا أخي قننوا لنا الخدمة الوطنية. لاحظت؟ لماذا الاتحاد الأوروبي أنت ممكن تقول والله الاتحاد الأوروبي يتدخل في قضايانا، هي صح تدخل في قضاياك، لكن لأنه أنت أيضا متدخل في قضاياهم، في أنه والله أنت قاعد تصدر لهم الشباب، فهم يسعون إلى أن يعملوا معك. أنا في تقديري الشعب الإريتري لو نظر إلى هذه المشكلة نظرة حقيقية ونظرة موضوعية وأوجدوا لها، خلينا بعيدا عن كل المقترحات التي ذكرناها والنظام السياسي، بس أعقد أنت مؤتمر واحد على الأقل بشكل حر ويقال فيه الكلمة بشكل مدروس وتقدم فيه أوراق حقيقية مدروسة، ما الذي أنتجته الخدمة الوطنية من إيجابيات وما الذي تعرضت له من سلبيات، أنا أعتقد ستصل إلى مع شعبك نفسه، مع الشعب الذي. طيب خلينا نقول ربما يعني الشعب في الداخل هو ملتزم بالقوانين الداخلية، ولو حاول أنه يخالف أي قانون سيكون النظام له بالمرصاد. نعم. لكن يعني المعارضة السياسية الخارجية الموجودة ما دورها في إيجاد الحلول لهذه المعضلات؟ لا، هي طبعا المعارضة الخارجية والأدوات ضغطها ضعيفة، يعني معظم أدوات الضغط، يعني حتى قضية الاتحاد الأوروبي وغيره ربما يكون هنالك تأثير على كل المعارضة أحيانا، حتى قضايا المنظمات الحقوقية وإثارة هذه الملفات لكن أحيانا تفهم يا شيخ برهان التحركات السياسية الخارجية غالبا لا تفهم في سياق طبيعي، إنه والله ديل أصلا قاصدين يسقطوا النظام، قاصدين كذا، فلا ينظر إليها بأنها يعني أنا أقصد إذا عجزت المعارضة عن إسقاط النظام على الأقل لا تعجز عن إصلاحه. صحيح، هذا الصحيح. لماذا لماذا لا نصلح هذا النظام؟ لماذا لا نناصحه؟ لعل الله أن يهديه. لا هو شوف، لماذا لا يكون في هذا الباب موجود، يعني باب الإصلاح؟ طبعا هو باب الإصلاح لو في قنوات للتقبل ما في إشكال، حتى لو لم تكن هناك. ما هو في يده يا شيخ برهان، يعني مثلا كتابة خطط استراتيجية وكتابة حلول. يعني أنا أعرف معارضات يا شيخنا سواء أحزاب أو أفراد خاطبوا بخطابات مفتوحة،
قيادات كانوا لهم وضعهم ولهم، خاطبوا بخطابات مباشرة جميل. يخاطب فيها السيد الرئيس سياس أفورقي كذا كذا، مقترحات جميلة جدا فيما يتعلق بالإصلاح. جزء منهم موجودين في أوروبا، جزء منهم موجودين في أثيوبيا، جزء منهم في كثير من التنظيم، حتى بعض التنظيمات كذلك وجهت نداءات مفتوحة. وبعضهم أمل في الفترة بتاعة الحرب الأثيوبية 2021 22 3، أملوا في أن يمكن أن تكون هذه محاولة لإصلاح النظام، فحاولوا حتى الاقتراب قوة سياسية. يعني يمكن أكاد أقول لك انقسمت المعارضة، بعضها اقترب جدا من النظام مما أدى إلى شلل المعارضة. واليوم تقريبا اليوم أتابع صفحات هؤلاء الشخصيات القيادية محبطين جدا، لأنه كانوا يتصوروا بأنه ما قاموا به من مواقف ومن تحيز في سبيل السيادة الوطنية وألا تنهار الدولة الإريترية، لم يبالي النظام بهم، وبدأوا يحسوا بأنه والله يا هذا النظام سواء وقفنا معه أو وقفنا ضده فهو بالنسبة لنا الحالة إيه؟ الحالة واحد. لكن كما تفضلت هنالك على الأقل مؤسسات داخل النظام تراقب ما يكتب، تراقب ما يطلق من تصريحات، ما يقال من ورش، من ندوات، من ملتقيات، ثم تلتقطه وتحاول أن تعمل على تعزيز هذا الموقف. أنا أعتقد شيخ حسن لا يمكن النظام كله بجميع أفراده يعني فاسد لا يصلح أن ينمي هذه الدولة. أنا أعتقد هذا بعيد جدا، ولربما نوجد إن شاء الله من داخل النظام يعني وطنيين محبين لبلدهم وينتظرون الساعة المناسبة في أن يصلحوا يعني بلدهم وأن يكونوا فعلا نافعين لوطنهم بجميع التوجهات، وبالتالي إيجاد حلول يانعة بدل ما أننا نحن نجلد ذاتنا أو نجلد هذا النظام ونستمر فقط في انتقاده وأنه نظام ديكتاتوري ظالم. أنا أرى حقيقة أن نكون مصلحين ونناصح سواء قبلت نصيحتنا أو لم تقبل، ونحذر أيضا من العواقب. نعم. العواقب أيضا سيئة، نحذر لأن مثل الأنظمة الدكتاتورية عبر التاريخ يا شيخنا لا تبقى كثيرا، صح، ستنتهي. لا تبقى. وفي عمر التاريخ 30 سنة 40 50 سنة لا شيء. أحسنت. لا شيء. نعم. يعني أفرأيت أن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما كان عنهم ما كانوا يمتعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يعني بقي سعادة الرئيس 30 سنة 10 سنوات بعد هذا أيضا 40 50، في النهاية ما هو الموت. نعم. في النهاية لا بد من الموت. صحيح. شفت كيف؟ نعم. فلذلك الذين سيأتون من بعده أيضا سيكون مصيرهم هذا. إذا لا يمكن أن يبقى هذا الوضع بالشكل ذا. على الأقل نحن أمام الله عز وجل نعذر أنفسنا، لأن الملك بيد الله ونزع الملك بيد الله، فنعذر إلى الله أننا حاولنا أن نصلح. نعم. أنا أتوقع هناك أذن صاغية في سفارات الإريتريا، أذن صاغية في الأجهزة، أذن صاغية في داخل أيضا معسكرات، وأذن صاغية أيضا حتى في الجيش الإريتري، والله أعلم. هو على كل كلمة أخيرة الله يجزيك الخير منك للنظام، وكلمة أخيرة كذلك للشعب الإريتري. يقولون السعيد من اتعظ بغيره، ودونه المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. عندنا أن لا تلدغ من الجحر مرتين، وعندنا من اتعظ بغيره. اليوم ما حول الدولة الإريترية كلها حروب وإشكالات نتيجة غياب أو عدم قدرة النخبة في أنها والله توفق أوضاع البلد، سواء في السودان، في أثيوبيا، في المنطقة كلها اليوم تعيش حالة. واليوم كل الإريتريين أنا في تقديري يتطلعون إلى الإصلاح ربما أكثر من تطلعهم إلى السقوط. يعني يقول لك والله يا أخي لو أن النظام اتجه نحو الإصلاح السياسي، نحو الإصلاح الاقتصادي، نحو الإصلاح الأمني، هذا سيساعد كثيرا في لحظة انتقال زي ما تفضلت الله الرئيس في النهاية سيموت، ما في خلود، مش كده؟ لكن لو أنك والله وضعت القطار على السكة الصحيحة التي تجعل هذا الشعب يستطيع أن يعيش بسلام بعدك. لكن أثبتت كذلك كل الدكتاتوريات إنه والله النظام الذي يقلق الأمر على نفسه ولا يسمع لشعبه ولا يسمع لمعارضيه ولا يسمع للصوت الآخر، غالبا ما تكون النهايات فعلا إشكالية. لماذا؟ لأن النظام ما أوجد القوالب. فعلى كل أنا في رأيي المطلوب هو أن الداخل على الأقل خصوصا قد يكون أقدر الآن على التغيير والتعديل من غيرهم. يعني
الناس اللي في الداخل هم الذين يمكن اليوم أن يطالبوا بتفعيل الدستور، هم الذين يمكن أن يطالبوا بإصلاح الخدمة الوطنية، هم الذين يمكن أن يطالبوا بمؤسسة الدولة. صحيح. لاحظت؟ فالداخل سواء كانوا عسكريين أو كانوا مدنيين أو كانوا سياسيين أو كانوا شخصيات عادية حتى إدارات أهلية، هم الذين يمكن أن يقولوا والله نحن محتاجين إلى ما يضمن مستقبل هذه الدولة وأن لا تتعرض ويحصل لها ما يحصل الآن في بقية البلدان. هذا جاء. كذلك المعارضة في تقديري مطالبة أيضا بأنه والله لا بد من أن تبني نفسها بناء يجعلها مؤثرة، لأن حتى الآن البناء المعارض نفسه ليس بناء إيه؟ ليس بناء مؤثرا للأسف. لا أنت قادر تسقط النظام إسقاطا كاملا فتكون محله، ولا أنت قادر تصلح أيضا أن تعدل. نعم. ما هي السياسة كلها إما تعديل وإما تغيير، مش كده؟ صحيح. فأنت إذا كنت والله ما قادر على أن تسقط النظام أو تغير البناء السياسي، لابد أن تكون عندك القدرة في التعديل على الأقل، والتعديل يمهد لشنو؟ لإصلاح الكامل. يعني إذا كانت والله مثلا المعارضة قادرة على فرض أجندات على النظام وتسمعه وقادرة على فرض هذا الجانب، اعتقد هذا. على كل الموضوع في النهاية كشعب إريتري في تقديري محتاجين إلى أن ننظر إلى ما يجري من حولنا، وأن نتعامل بمنطق عقلاني فيما يتعلق بأنه والله نحن كلنا في سفينة واحدة. هذه السفينة على الطريقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. فلو أن الذين في أسفلها قالوا لماذا نحن كل مرة طالعين إلى أعلاها، فلنخرق خرقا لنصيب به الماء. فعلى قال فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا بأيديهم نجوا ونجوا جميعا. صحيح. جزاكم الله خير. مشاهدي الأكارم، لا زيادة على ما قاله الدكتور حسن سلمان في الإصلاح. نسأل الله تعالى أن يصلح بلادنا إريتريا، وأن يهدي جميع المسؤولين الموجودين هناك إلى الخير، وأن يقوي جيشنا الإريتري، القوات المسلحة، أن يهديهم ويقويهم، وأن يسخرهم للدفاع عن هذا الوطن بحق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكم الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل